مع بزوغ فجر قريب لم تأل القوات المسلحة جهدا في تطوير ورفع الكفاءة القتالية للوحدات وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ومتطلبات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. ولذلك تم تطوير ورفع كفاءة معسكر المشير أحمد بدوي بالفرقة السابعة المشاة على مرحلتين. تضمنت المرحلة الأولى إنشاء 139 مبنى جديد ورفع كفاءة 170 مبنى آخر، وتضمن التطوير أيضا كافة المشتملات الإدارية وكافة الاحتياجات المعاشية للضباط والصف والجنود، من مبيتات حضارية وميسات طعام. كما رعي في التصميم أيضا إنشاء جراشات مجهزة لحماية العربات من تأثير العوامل الجوية. كما تم إنشاء العديد من المنشآت والمرافق الرياضية والملاعب المفتوحة. وتضمن التطوير أيضا رفع كفاءة منشآت الوحدات التابعة للفرقة السابعة المشاة الميكانيكي، وذلك بإنشاء 140 مبنى جديد ورفع كفاءة 189 مبنى آخر، لتصبح الفرقة السابعة المشاة الميكانيكي اليوم ركيزة أساسية في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على أمن مصرنا الغالية وسلامة أرضها واستقرار شعبها.